واتصل علشان يطمن على بنته وبس، وبيكلم البنت ويقفل بعد كده الخط معاها. ومن هنا بيشك بول في ترافيس صاحب عمره، وبنرجع ونشوف راجل راكب عربية رايقة كده وعليها جمجمة وبيبقى اسمه سيدني، وبيوصل لحد عربية دارلين وبيفتش فيها وما بيلاقيش حاجة، وبيشوف بعدها دم الست دي على الأرض، وبياخد من الدم ده لحسة كده وبتبقى حاجة مقرفة بأمانة. وبيوصل للعربية بتاعت الرجالة وهناك بيشوفهم وقت ما كانوا بيدفنوا الجثة بتاعت الست، وبيقول لهم بصوا بقى يا رجالة، أنا ليا أمانة عندكم وجاي أخدها بهدوء من غير شوشرة، وهاخد بعضي واتكل على الله على طول. فيقول له جون أمانة إيه يا أبو أمانة؟ وهنا أكيد بيتكلم على الفلوس اللي لقوها الرجالة. وفي الوقت اللي بيرفعوا فيه الأسلحة على سيدني بيقول لجون اللي هيتعمل ده ما ينفعش، وخلينا كده نتكلم زي الرجالة من غير سلاح. وبيشتري منه جون الكلام وبيقعد ويولع سيجارة ويقول لهم من الآخر كده الفلوس هاخدها وهمشي بالذوق بالعافية هاخدها. فيشك بعد كده جون إن في ناس معاه في الغابة، وبيطلب من رجالته يروح يكتشفوا المكان، ويثبت جون سيدني بالسلاح ويكتفه في الكرسي. وقت استكشاف الرجالة للغابة بيشوف فول فخ مفتوح على الأرض، وبنلاحظ واحد بيجري قدامهم في الغابة وبيجروا كلهم وراه وقتها، ولما بيمسكوه بيعرفهم إنه عايش هنا في الغابة مع